أجمل 5 تسديدات في تاريخ النادي الأهلي الحديث من بعد سنة 2000 حتى الآن. وهنا هنختار مجموعة من وجهة نظري من أجمل 5 تسديدات اتسجلت أهداف من حيث بقى المسافة والقوة والصعوبة وأهمية المباراة. بس أهمية المباراة مش عنصر أساسي معانا، وإلا كنا هنختار رقم 1 هدف أبو تريكة في الصفاقسي التونسي، وتاني تسديدة معانا كانت هتكون هدف قفشة في مرمى الزمالك في نهائي القرن. ولكن يا عزيزي ولا تسديدة أبو تريكة ولا تسديدة قفشة هتكون معانا النهاردة. يلا بينا. والتسديدة رقم 1 وهي التسديدة الصاروخية من سيد عبد الحفيظ في مرمى الترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2001. والهدف ده كان هدف التأهل وهدف من مسافة كبيرة جدا، وكمان على الطاير غير متوقعة بالمرة وفي وقت مهم جدا جدا جدا، وكانت من أسباب تتويج الأهلي في النهاية باللقب. والتسديدة التانية معانا تسديدة لإبراهيم سعيد في مرمى شباب بلوزداد من نصف الملعب في دوري أبطال أفريقيا طبعا. والتسديدة كانت شبيهة جدا لتسديدة أكيد كلنا فاكرينها بالظبط كده. التسديدة رقم 3 معانا وهي تسديدة شهاب الدين أحمد. ادي واحدة يا شهاب. خلاص المباراة بتروح لضربات الجزاء والأهلي محتاج هدف عشان يتأهل أمام الاتحاد الليبي. شهاب يزق الكورة وبركات يقول له بس بتعمل ايه الله يخرب بيتك. شهاب يخش ويحط مدفع ويقلب المدرج وجنون مدحت شلبي. ده انت ذبحت الدنيا كلها يا راجل، ده انت جزار يا راجل. التسديدة الرابعة معانا طبعا واحدة من أغرب التسديدات اللي ممكن تشوفها في الكرة المصرية، حاجة ما يعملهاش غير روبرتو كارلوس وأدريانو والأساطير دول. جالك بقى شريف عبد الفضيل وخد قرار من أغرب القرارات اللي ممكن لاعب كرة قدم مصري ياخدها في ماتش قمة، ماتش متقفل بالجماهير زي الماتش ده. حتى اسمع مدحت شلبي بيقول ايه كده؟ في ابو تريكة بيلعب حلها بعيدة قوي، دي عايزة رفعة، دي عايزة رفعة. بالظبط، بيقول اكيد دي محتاجه عرضيه. ما هو مفيش عاقل يستوعب ان ممكن شريف عبد الفضيل او اي لاعب من النادي الاهلي يدخل يسدد في ماتش متقفل جماهيريا وماتش قمه والكل طبعا ملايين بتتفرج عليه في الوطن العربي ويدخل يسدد من المسافه دي. ولكن شريف عبد الفضيل خد القرار ودخل حط مدفع وهدف من فاول ايقوني، هدف في مرمى حارس كبير جدا زي عبد الواحد السيد، هدف لا يمكن ان ينساه احد من جماهير الكره المصريه ولا جماهير النادي الاهلي ولا حتى جماهير النادي الزمالك. هدف من جماله اعتقد قليل جدا لما تلاقي واحد من جماهير النادي الاهلي تقول له فاكر هدف شريف عبد الفضيل يقول لك لا مش فاكره. 90% من جماهير الاهلي حتى اللي ما حضروش الهدف ده لايف اكيد عارفين الهدف ده واكيد شافوه على اليوتيوب. التسديدة الخامسة معانا مفاجأة، تسديدة عصام الحضري والهدف الشهير اللي ممكن كتير ينساه. هدف عالمي مش بس في تنفيذه ولكن هدف في سوبر افريقي امام كايزر تشيفز الجنوب افريقي 2002، يعني هدف ببطولة افريقية. لك ان تتخيل ان موهبة عصام الحضري مش بس في حراسة المرمى ولكن بذكاء شديد جدا لمح حارس كايزر تشيف متقدم من غير اي اتفاق مع المدافعين، دخل في وسطهم وسدد في دهشة وذهول من الجميع عشان يحط هدف من افضل واجمل الاهداف في تاريخ الاهلي والكرة المصرية بشكل عام. ودول بقى يا عزيزي كانوا 5 اهداف من تسديدات صاروخية. لو عجبك فكرة الفيديو اكيد في تسديدات اكثر اثارة وجنون. لو عجبك الفيديو حط لايك وشير وتابعنا وقول لنا عن هدف لا يمكن ان تنساه من تسديدة عالمية، وتابعني واستنى فيديو جديد ب5 تسديدات مختلفة. سلام.